اكبر مشكله بتواجه الناس كلها مشاكل الجهاز الهضمي، القولون، عسر الهضم، الغازات. دي المشاكل بنروح للصيدليه او بنروح لدكتور الباطنه، بناخد ادويه بطن، الانتفاخات تروح. مجرد سبت الدواء برجع بنفس المشكله، بتلاقي الانتفاخات موجوده. ما حليناش اصل المشكله، بنحصر في حاجتين: البكتيريا النافعه والبكتيريا الضاره الموجوده في المعده والقولون. البكتيريا دي اساسا مسؤوله انها تساعد على الهضم، مسؤولة إنها تظبط التوازن داخل المعدة والأمعاء أو القولون. بالتالي في مشكلة، في نقص بكتيريا الضارة أكتر من البكتيريا النافعة، في عدم توازن فيها، فأكيد في سوء هضم، يرجع للفاست فودز، يرجع للتوتر والعصبية، يرجع للأكل المش صحي. وعشان نساعد في حل المشاكل دي يبقى ضروري نخلي البكتيريا النافعة تتوازن مع البكتيريا الضارة أو تبقى أعلى منها، عشان تظبط معايا شغل الهضم والجهاز الهضمي والامعاء او القولون بالذات. بيساعد في امتصاص فيتامينات كتير، بيساعد في منع حدوث حموضه في المعده، قرحات المعده، ومشاكل الامعاء والقولون التقرحي، وبتعالج البكتيريا الحلزونيه. انا كدكتور ايمن الشرقاوي انصح البيشنت بتوعي انهم ياخدوا ادفانسد بروبايوتيك من شركه فيتا كير الامريكيه، المنتج مرخص من وزاره الصحه. فيتا كير ناتشورال كير هاي كواليتي امريكان دايتري سبلمنتس.